بعدك طبعا يا جماعه وصلنا لفقره الخساسه حاصله. يا جماعه محمود اتظلم. العروس جنبها صاحباتها المفروض يكونوا اصحابه قاعدين جنبه، اذا هي بيحرشوا فيها نحن المفروض نحرشه، لانه الحصل ده ما بيرضي يزور. الحصل ده هنكبش. قالت له اشرب البتاع، ما قالت له اشرب، قالت له ما اطبخ. نظام شنو؟ انا مسكينه، لكن يعني مسكين محمود مسكين، شايفين بيحرشوا فيها. دي كانت حاجه واضحه جدا. بس في داعي الحاجه دي كان ممكن يتم تفاديها يعني. معلش يا محمود خذلناك والله العظيم، انت ذاتك ما كان المفروض تصدق يعني. خلاص ما تبكي معلش. انا مبسوطه كيف ما غشته. بعدين بدوا يوزعوا الفال. كان في فال فيه بخور، واحد تاني كان فيه ريحه، والفال اللي شفتوه بيل بتاع بيكلير. احلى حاجه رسم محمود وشيماء الورا. الصراحه كان يوم حلو جدا جدا، واحلى حاجه التذكارات كان مخطوطه بالرصاله للعروس والعريس. في اللوحه دي اي واحد بيخط بصمته فيها. يا جماعه انا ما بعرف ابصم والله العظيم جد، انا ده التوقيع. وبعدين في القزازه دي في قلوب خشب اي واحد بيكتب فيها اسمه وبيخطها جوا القزازه، ودي برضه بعدين بتبقى تذكار للعروس والعريس. والله كنا محظوظين جدا ان حضرنا اليوم الجميل ده. وبس يا جماعه ده كل اللي حصل يوم الليله، وشكرا لكم كثير.